10 قوانين لو عملتهم جوه شغلك هتسيطر ومحدش هيعرف يعمل حاجة معاك. أنا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. مبدئيا كده يا صديقي، القوانين اللي هقول لك عليها دي قوانين في الحياة، يعني تقدر تستفيد منها جوه وبره الشغل. القانون الأول، حتى لو أنت أذكى أو أشطر من مديرك اوعى تبين ده. مفيش مدير بيحب الأسلوب ده، وأنت لما تبقى مدير مش هتحب موظف يعمل معاك الحركة دي. القانون التاني، فكر كويس قبل ما تتكلم واخفي نواياك. يعني إيه؟ يعني مش لازم كل اللي حواليك يعرفوا مشاعرك ناحية أشخاص أو مواقف بعينها، لأنك من الآخر ما تعرفش اللي قدامك هيفهمها إزاي. تالت قانون، عشان تسيطر جوه الشغل اتكلم أقل واسمع أكتر، هتبقى محبوب وملكش أعداء، لأن الكلام الكتير ممكن يتاخد عليك أو يتحرف، وساعتها هتبقى أنت اللي أذيت نفسك بنفسك. رابع قانون، احمي سمعتك بحياتك. سمعتك كل ما كانت قوية كل ما احترام الناس ليك وقوتك زادوا. القانون الخامس، خلي عندك مسؤولية وخلي الناس تعتمد عليك، وده عن طريق إنك تبقى عارف كل حاجة في الشغل وتطور من نفسك، وساعتها هتبقى انت الريفرنس. القانون السادس، خليك وسط الناس وما تقفلش على نفسك. العزله هتمنعك من حاجات كتيره زي المعلومات والخبرات اللي ممكن تكون جديده بالنسبه لك، واللي هتوصل لك اسرع وبمجهود اقل. القانون السابع، بلاش شلاليه. في ناس كتير قوي ماشيه بمبدا مش معانا تبقى علينا، وانت هتخسر كتير قوي لو بقيت في الموقف ده. الموظف المسيطر ما بياخدش صف حد على حساب حد تاني، من الاخر خليك في نفسك. القانون الثامن، لو بقيت ريس هتتقارن كتير باللي كان قبلك، والحل انك ما تبقاش شبهه، لازم يكون لك شكلك وبصمتك، وبانجازاتك الناس هتنسى اللي قبلك وانجازاته. القانون التاسع، اظهر دايما انك عايز تغير حاجات كتير، لكن خليها على مرحلتين، مرحله قصيره الاجل ومرحله طويله الاجل. وده عشان هتلاقي ناس دايما بتقاوم التغيير في كل مكان، ودورك هنا انك تعمل التغيير البسيط على الشورت ران، وده اللي هيوصلك للتغييرات الكبيره على اللونج ران من غير الناس ما تحس وعلى ما تتعود. القانون العاشر والاخير، بلاش اندفاع وتحديدا وقت النجاح، وبلاش تاخد قرارات اكبر منك في اللحظه دي. يعني اعمل هولد مع كل خطوه تحققها، وعيد حساباتك علشان ما تاخدش خطوه اكبر منك، واللي بسببها ممكن تحصل مشاكل كبيره، وكل ده بسبب انك ما حسبتهاش كويس. القوانين اللي قلت لك عليها دي كلها كانت من كتاب 48 قانون للقوه، واللي ممكن تتفق على حاجات منها وتعترض على حاجات تانية، وفي جميع الاحوال كل واحد بيختار القرارات اللي حسب ميوله واخلاقه. وهنا بقى خليني اسالك سؤال، كم قانون من اللي سمعتهم النهارده انت بتعمل بيه في علاقاتك مع الناس؟ هستناك تكتب لي في الكومنتس، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.